السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. كل سنه وانتم طيبين يا مواليد برج الثور، الولد والبنت. الناس دي انا بحبها جدا، ملوك الحب والرومانسيه، طبعا بسبب الزهرة، كوكب الزهرة اللي بيحكمهم كوكب الحب والجمال. كل سنة وحضراتكم طيبين. بتمنى ان هي تكون سنة حلوة لكل مواليد برج الثور. هقول لك 4 نصايح مهمة جدا لازم تبني عليهم في 2023، ولو عملت 2 منهم فانت فعلا هتوصل لمرحلة لم تتخيلها، هتطلع طلعة حلوة قوي. يا ريت تركز في ال4 نصايح السهلين دول وجرب، مش هتخسر حاجة. قدامك 12 شهر، وتعالى قولي في الكومنتات او تواصل معايا خاص، قولي انا كنت بعمل كده وعملت كده وانت كان عندك حق، وقولي النتيجة وان شاء الله هتفرح. يلا بينا نبدأ بال4 نصايح. يلا. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا بتمنى ان انت تخش تشترك في القناه وتبقى واحد من ضمن العيله بتاعتنا، وتقول لي رايك في الفيديو في اخر الحلقه، وكمان تقول لي انت كده ولا لا، كلامك صح ولا غلط، ممكن اعمله ممكن ما اعملش. عرفني بنفسك بس، وكمان قول لي عايزنا نتكلم في ايه الحلقات اللي جايه. اول حاجه معانا، عايزك تكمل في السنه الجديده اللي انت عملته من السنه القديمه. كنت بتبني حاجه، كنت بتعمل حاجه، عايزك تكملها علشان السنه دي حلوه. السنه دي فيها شويه تعب بس حلوه جدا، يا ريت نكمل. بلاش توقف، بلاش تكسل. اديني بكرر الكلام، اي كلمه بكررها لك تعمل عليها برواز. بلاش تكسل يا طور. انت يعني لما بتمسك شغل بتبقى من انجح الناس، فبلاش لو سمحت، مش هتخسر حاجة. كمل وان شاء الله ربنا هيوقف لك ولاد الحلال، وهتلاقي نفسك بتعلى ليفل ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، وانت المستفاد، محدش هيستفاد غيرك. دايما شيك وعلى وضعك، لما تعلى في اللي انت بنيته طبيعي بتعلى بشياكتك. كل سنة بتعلى وبتبقى في ليفل مختلف، كمان بتبقى على وضعك. يعني ايه كلمة على وضعي؟ يعني محدش زي، ليا ستايل معين، ليا اسلوبي الخاص، وكمان ليا طريقتي. الحاجة التانية واللي بعد كده، مش عايزك تزعل على اللي راح، مش عايزك تزعل على الفرص اللي انت ضيعتها من ايدك قصد. مش عايز عقلك يوصلك لمرحلة ملهاش اي لازمة. احنا في سنة جديدة بنبدأها، لازم نبص لقدام شوية، مش كل شوية هنفكر في اللي راح، مش كل شوية هنفكر في الحاجة اللي كانت في ايدينا وضيعناها بايدينا او ما كناش حظ فيها. لو سمحت تركز في الكلام، مش عايزين نزعل. اللي عدى واللي في ايدينا نكمل، نطور، نسعى. تاني كلمة وكمان بروزها لي، نسعى ونجتهد. وانت يعني بتحب انك تسعى، بس عايز شعلة نشاط. انت لما بتبقى في مودك بتبقى شعلة نشاط، فعايزين شعلة نشاط. الحاجة الثالثة والنقطة الثالثة علشان ما اطولش حلقة النهاردة، كن حذرا من اي شخص لا يحترم وجودك. انت طبيعي، اللي ما بيحترمش وجودك بتعلم عليه، بتبعد، بتبص له من بعيد، بتفهمه، بتترجمه، بيقول عليك بقى اللي يقوله. طبعا انا عارف لما بيوصل لك بتزعل، انت من الناس اللي بتزعل، من الناس اللي بتتضايق، ولكن ملناش دعوة. بس خليك حذر، ما تتعاملش كتير مع اللي انت واثق ان هو ما بيحبكش، من عقلك، من قلبك، من اي حته. ما تتعاملش، ما بتحبنيش يبقى ما تتعاملش معايا، مش عايزك. لازم اعمل كفر على نفسي، اركز. انا مثلا عندي خطوبه، يبقى اركز ان انا اشتغل واتعب واسوي واعمل واجيب واوفر علشان خاطر انجح الخطوبه دي. انا عندي بيزنس كبير، اشتغل واتعب واجيب وهعمل من هنا واسوي من هنا وهجيب ده كده، واحاول برضو ان انا اتعب واوفر لغايه لما انجح البيزنس ده. الولد والبنت، وعلى فكره البنات شطار جدا. يعني البرج دوت مولود علشان يقعد على مكتب، عشان يبقى رئيس حاجة، فدايما بيبقى على وضعه. مش ده البرج اللي هو يتمرمط. هو طبعا بيتمرمط، مفيش شغل يعني سهل، ولكن مش ده. يعني هم ناس على وضعهم، بيتقمصوا قماصين، بخل، لا مش بخل، حارسين، حريص قوي، يصرف لي عليك وهو تعبان في الفلوس دي. في ناس بقى رجولتهم بتخليهم يعني هاتها جمايل، بيقعدوا يصرفوا. مالناش دعوه عشان ما نطولش يعني ونبعد عن الموضوع الرئيسي. فيا ريت يا طور تكون حذر من كل شخص حواليك، مديرك، صديقك،
ايا كان هو ايه، فكون حد. الحاجه الاخيره اللي عايزك تاخد بالك منها انك تشدد وتشجع، لان اللي جاي مسؤوليه. تشدد وتشجع، اللي جاي مسؤوليه، اللي جاي في السنه الجديده حاجه حلوه ليك، ومش هتجيلك غير لما تكون عندك الكاريزما وعندك المسؤوليه وعندك الطاقه انك تعدي. اللي جاي صعب، وخصوصا لو كنت من بعد ال 18. ليه؟ لان كل ما بتكبر سنه كل لما المسؤوليات بتكتر، كل ما بتكبر سنه كل لما المسؤوليات بتكتر، والظروف بتتصعب، والدنيا بتتصعب، والتضخم بيزيد في العالم. التضخم طبعا مش هشرح لك، يعني مش هتبقى يعني حلقه للسياسه، ولكن التضخم كل لما الحاجه تقل فالعمله بتبتدي ان هي تفقد قيمتها فتزيد، فالدنيا تغلى. اختصار يعني الدنيا بتغلى، اختصار كلمه تضخم. فالحاجه او العمله اللي في ايدك ما بيبقاش ليها اي تأثير. طبعا مش هنخرج بره سياق الفيديو، ولكن تشدد، تشجع، اللي جاي احسن. الدنيا بتغلى، الوقت مش يسرقك، بلاش تخليه يسرقك، لا اكسب وقت، خلص بسرعة. كل ده هيبقى في مصلحتك، كل ده هيعليك، كل ده هيوصلك لحتة تانية عمرك ما كنت تتخيلها. زي ما بقولك ممكن يبان كلام تافه ملوش اي قيمه، ما احنا عارفين الكلام ده بنسمعه كتير، لا نفذ بقى السنه دي وقول لي انت كان كلامك صح في الحلقه دي ولا لا. تواصل معايا خاص، بتواصل مع كل الناس، برد على كل الناس، ويصدقني هتدعي لي ان شاء الله. ان شاء الله نحاول ان احنا نفرحكم دايما يا تور. دوس لايك بقى للفيديو، عرفني بنفسك، شير لو عايز او لو حابب يعني تعرف الناس اني احنا بنتكلم عن برج الثور. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله نحاول نفرحكم دايما. تحيه لكل ريمونتادويه من برج الثور، سلام عليكم.